مع المنافسة المتزايدة في فئة الاس يو في، التصميم العنصر الأساسي باش أي سيارة تخلق هوية خاصة بها، وهذا الشيء بالضبط اللي كتحاول جي ا سي اس 7 تحققه من خلال تصميم حديث كيجمع ما بين الأناقة والطابع العصري. الواجهة الأمامية كتميز بسيناتور لومينوز اون ليد اللي كتعطي للسيارة بصمة بصرية واضحة، بينما الخطوط الخارجية والانسيابية المدروسة كتعزز حضورها على الطريق وكتخليها تميز على بزاف ديال السيارات في هذه الفئة. على مستوى الأداء كتعتمد جي ا سي اس 7 على محرك 1.5 توربو إبريد غوشارجابل مع نظام اول ويل درايف اللي كيولد قوة إجمالية كتوصل ل 500 حصان و 613 نيوتن متر في الكوبل، الشيء اللي كيخليها تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة غير في 5.8 ثواني. أما البطارية ديال 36.3 كيلووات فكتخليك تمشي حتى ل 150 كيلومتر بالكهرباء فقط، مع الخزان عامر المدى الإجمالي كيوصل حتى ل 1020 كيلومتر. أما من الداخل فالمقصورة كتعطي إحساس مختلف حيث كتجمع التصميم العصري مع أحدث التقنيات ووسائل الراحة. عندك طابلو دو بور نوميريك، إكران سنترال ديال 15.6 بوس، شارجور سون فيل ولو توا بانوراميك. عندك لي سياج ان كوير اللي كتوفر التهويه والتدفئه، وباش تكون كل رحله اكثر راحه كاين حتى خاصيه المساج. ومن ناحيه التكنولوجيا جي ا سي اس 7 مجهزه بنظام صوتي مكون من 22 مكبر صوت وكاميرا 540 درجه، الى جانب اكثر من 14 نظام متطور لمساعده السائق اللي كيعزوا مستويات الامان والراحه اثناء القياده. واليوم اس7 كتوفر في المغرب ابتداء من 419,900 درهم. كتبوا لنا الرأي ديالكم في التعليقات وما تنساش دير لايك وسبسكرايب باش تجي ما وصلك الجديد في الحديد.